إخواني أخواتي ميزابوني ميفان، السلام عليكم من جديد. خوكم رضوان، تعاونوا معاه، تابوناو، ديروا لي جيم وتبارطاجيو لا فيديو اللي بغيتو. انا قلتها لكم سابقا، مبقاش نعاودها لكم كل مره، وسمحوا لي الا كنت نكمي قدامكم. تنهضروا على واحد المواضيع اللي هي مهمه لهاد المدينه ديالي، تجيني غيره عليها. واخا قلت لكم سابقا في فيديوهات اخرى مبقاش نهضر عليها، ولكن غنهضر عليها دابا. غنهضر عليها، غنهضروا عاوتاني على داك رئيس المجلس الاقليمي السيد عبد الواحد الخلاقي، رئيس المجلس الاقليمي لمدينه سيدي سليمان، الذي لاذ بالفرار خارج الوطن. قلت لهم هذا خطأ قضائي، ما نبقاوش نناقشوا القضاء. تهم الموجهة إليه هذه قديمة وتعتقل عليها، ما نسبقوش الأحداث. تهم اللي كتموجه ليه قبل هاد التهمات: سرقة الأسلاك النحاسية، اعتقل سنة 2006. تعتقل على سرقة. شوفوا هاد الناس اللي تيصوتوا على هاد الناس، هاد عندو سابقة خايبة، هذا شفار. تعتقل على سرقة الأسلاك النحاسية 2006، خرج وأفرج عليه، خرج بصراحة مؤقت وأفرج عليه بواسطة شكون اللي تدخلو؟ السيد عبد الواحد الراضي، لأنه هو كان تيعاونو في الانتخابات، ياكو كان تيعاونو. خرجوا السيد عبد الواحد راضي الله يرحمه من البين بار، باش خرجوا بصراحة مؤقت آنذاك، لأن 2006 كما يعرف ويعرف جميع المغرب أنه كان وزير العدل سابقا السيد عبد الواحد الراضي، ودار معاه هادشي وخرج وهاد التهمة ديال سرقة الأسلاك النحاسية خرج منها ببراءة، ما عليناش، وخرج بصراحة مؤقت من بعد خدا البراءة. شنو يوقع له؟ يوقع له سيدي تكوين عصابة دابا عليه، وباش كان متبع دابا تكوين عصابة إجرامية للزوير العمولات، وفيها النصب والاحتيال، وفيها بزاف د الحوايج، والسرقة وكذا وكذا وكذا. حنا باش نهضرو منهم عدد ضحايا، من بينهم شخصيات بارزة، ياك شخصيات بارزة تعرضوا لهاد النصب والاحتيال، ما علينا. وقلت لكم ديما راه خطأ قضائي، لأن هو تحكم بالسند. عندو سيدي ناس اخرين متورطين معاه، داروا مع المشاركة. من الأول المشاركين ديالو عبد الرحيم خلوقي بخوه، وتحكم ومدان ب10 سنوات نافذة. وعندنا حنا عاوتاني المتهم الثالث محمد دغناج ولا سميتو خالو، اللي قلت لكم سابقا كان عضو في الجماعة القروية لمدينة القصيبية، ياك، الذي لاذ بالفعل هو المعني بالأمر. هادو جوج هربو، بقى خالو، ياك. إدريس حنين خو السيد حليل اللي نصبو واحد الوقت سيدنا الله ينصرو هو رئيس لجنة العدل، خوه إدريس حنين تا هو مدان ب10 سنوات نافذة، وما خفي أعظم. هؤلاء الذين حكم عليهم 120 سنة نافذة، فينا هما
كاين اللي هذا بالغرار، كاين اللي باقي اللي يحصل راه بقى هنا. إيوا دابا هاد الخطأ لمن غنسبوه؟ الناس تجي بحال الصراحة قلتها لكم أنا 4 شهور تيتحكم عام 4 شهور، ولكن من المحكمة تيجي بحال الصراحة تيتحكم تيمشي للحبس كمواطن مغربي وتقتل في مدينة سليمان. المحكمة ماشي دايرة تيتحكم من هذا ب4 شهور نافذة تيدير لوطا تيدير لوطيطة. هذاك راه السجن تيعرفوه كاع السجناء وتيعرفو المغرب كامل علاش هذا محكوم ب10 سنين نافذة. قلتولو سير فين غيمشي هذاك فين غيمشي هذاك واش تتسناو منو انو غيرجع؟ هذاك راه داير علاقات كي قلت لكم في الفيديو السابق، وهذاك خطير واش عنده أسر وعنده بزاف عنده سوابق خايبة. سرق الأسلاك النحاسية حنا كنا نعرفوها، بقات ديك السرقة من ضرب العملي حتى القصيبية. شكون اللي سرقها الله أعلم. أقول ها هي عند بنت هذا خرج بصراحة مؤقت وخدا البراءة على هاديك السرقة. ودابا مين هو جات لاصقة ياك جات تقولو حنا جات لاصقة جابها لاصقة، جا على السرقة وجا على النصب والاحتيال وجا على بزاف الحوايج والزوير العمولات. أول حاجة تنقولها لكم أنا مصدقاش في القضاء، قلتلكم ديما أنا مصدقاش في القضاء، ولكن القضاء بعض الخطرات أنا متنفهموش. واش الزوير العملة واش ابتدائية خصو يمشي جناية هذاك وخا يجي في حالة الصراحة خصمو من الحبس. تحكمتي من الحبس في قناطر مشي للحبس العواد. وأنا رضوان تنقول لكم هاد الهضرة وانتوما قولوا اللي بغيتو والسلام عليكم.